انا هناء وده مطبخي. هنعمل بقى الاكله الوطنيه اللي كل الناس بتحبها وما يختلفوش عليها. هنعمل بقى ملوخيه خضراء وفرخه بلدي ورز بالشعريه وشوربه. طبعا في فرخه في شوربه. طبعا احنا هنحط اول حاجه نعمل محلول النقع. طبعا كلنا عارفين محلول النقع: ملح وورق لوري وخل وليمون وحبه سكر. طبعا ننقعها فيها كده هو زي يعني 4 ساعات 5 ساعات ساعتين، بس لازم تتنقع. اي فرخه لازم تتنقع. بعد كده هو بنصفيها وبنغسلها حلو قوي، اهم حاجه تصفوها حلو. وبعد كده بقى بنعمل بصلايه بملح وفلفل. انا بعملها ليه كده؟ لان انا هسلقها. الفرخة البلدي بحب اسلقها وبعد كده نحمرها عشان عايزين الشوربة للملوخية. طبعا في كل حتة بقى ندعك الفرخة كده هو بالملح والفلفل. وما تجيبوش الفرخة تبقى معتقة كبيرة قوي، يعني 2 كيلو عبال ما تتنضف تبقى كيلو 700 كيلو 800 بتبقى حلوة قوي هنا. ويا ريت تسيبوها شويه بالبصله والملح والفلفل كده عشان بقى بتدي ريحه تاني يعني في منتهى الجمال للشوربه وكده هو، وبتبقى ريحه الفرخه حلوه قوي. طبعا احنا حطينا الفرخه وحطينا الكبده بتاعتها والقنصه، وبعدين حطينا بقيه البصل. هنكهها بقى. جربوا بقى ان انتوا تحطوا في الشوربه ليمونه مصححه، يا سلام بتبقى جميله قوي. او ممكن تقطعوها يعني. هنحط بقى حبهان ومستكه ورق لوري وكوبيبه صيني. بصوا مصححين، كل دول مصححين عشان ما يطلعوا معانا نعرف نشيلهم. تمام. هنا بقى ايه؟ ده انا بوريكم اللي هي المستكه. نحطه كده 2 3 مستكة بينكهوا الشوربة بيخلوها زي الفل. هنا خلاص الفرخة كده استوت، بوريها لكم. هنطلعها بقى ويعني هنحط لها بقى كده زي دريسنج من فوق عشان انا هحطها في الاير فراير تتحمر. مش هحمرها في زيت ولا اي حاجة. الاير فراير ده حاجة جميلة جدا بصراحة. واللي بياكل اكل صحي يعني نعمل فيه كل حاجة. هنا حطينا كاتشب وحطينا باربيكيو وملح وفلفل، وهحط حبة زيت وحطيت حبة صويا صوص اللي هم اللي انتوا شايفينهم دول. ماشي. كل حاجة كده هوت يعني زي نص معلقة. هنمسح بقى الفرخة كلها بالدريسنج عشان اما تدخل بقى في الاير فراير يا دوبك تاخد وش التحمير. يبقى كده لا احنا قليناها في الزيوت بقى ونغنغة زيت ولا اي حاجة. كده حلوة الفرخة مسلوقة وهنحمرها كده هتبقى صحية. بصوا اهو حطينا كل اللي معانا يا دوبك عشان نحمر الفرخة وندعكها كده هو بالفرشة كده من الوش ومن الظهر كمان عشان تبقى كل الفرخة محمرة. واجي اهوت الاير فراير هحط فيها من غير زيوت من غير اي حاجة. ما بيحتاجش بصراحة ان احنا نحط له اي زيت ولا بتلزق ولا حاجة. هنا بقى نعمل 2 رز بالشعرية. معايا كده معلقة كبيرة مليانة قوي هرمية سمنة فلاحي، وكده هنحط عليها حبة زيت. طبعا ايه الزيت عشان يخلي الرزاية بتلمع كده هوت وما تبقاش لازقة. وهنحمر كده هوت معانا زي نص كوباية شعرية. هنحمرها بقى التحمير اللي هو الحلو الجولد. وبعد كده هوت هنحط عليها الرز واحنا بنحمر بنسخن مية في الكتل. سخنوا مية في الكتل كده عشان لازم يعني لما تيجي تعملوا رز يبقى المية سخنة عشان الرز ما يطلعش معجن. هنا بقى انا غسلة الرز هحطه كده هوت على الشعرية واكون اجيب المية. تكون المية خلاص غلت واجيبها. بصوا. وطبعا كلنا عارفين ان احنا ما نعومش الرز مية كتير، يا دوبك زي نص عقلة صبع كده عقلة صبع عشان يتشرب. ولما يتشرب المية بتاعته نوطي عليه خالص وهو هيستوي. تمام. هنا بقى هعمل الملوخية في البريم. طبعا البريم بيبقى بيخلي الاكل حاجة تانية خالص. هننكه بقى الشوربة عندنا
بصوا طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت يعني في الشوربه ملح اكيد يعني. ديت بقى حطينا شوربه وحطينا حته تومه وادي مكعب ماجي. يعني المكعب الماجي في ناس ما بتفضلوش بس هو بينكه الشوربة بصراحة. هنا بقى يعني بصراحة مش هنخرط الملوخية ولا حاجة، هنضربها في الكبة. بصراحة الكبة بتخليها حلوة قوي. بنحط كده زي ربع كوباية شوربة، ونحط بقى حبة حبة ملوخية كده هو، وضربة ضربة يعني ما تضربوهاش قوي بحيث ان انتوا تنعموا الملوخية خالص، لا خلوها كده كأننا خرطينها بالمخرطة. عشان كده زي ما انا بوريكم ضربة وتروحوا قافلين، هتلاقوها كده هو زي ما انتوا بنعملها بنخرطها كنا بالمخرطة، بتبقى الدنيا زي الفل. هنا حطيت الشوربة طبعا على النار عبال ما تغلي، كنا انا ضربت ايه الملوخية. بصوا الملوخية خضرة الورقة العريضة، الملوخية الفلاحي دي طعمها بتبقى حلوة جدا، اسمها الملوخية الخشنة وبتبقى فلاحي. بصوا بوريكوا هي حلوة وخضرة وزي الفل، ولا كأننا عاملينها بالمخرطة. هنا بصوا الشوربة خلاص غلت، هحط انا بقى الملوخية. لو فضل عندكم شوية حطوها في كيس في الفريزر، لكن انا يعني البرام ده يدوبك علينا. بصوا ولا مكلكعة ولا اي حاجة، يا دوبك نزلت تقليبة. انا بوريها لكم هي زي الفل، ولا مكلكعة ولا اي حاجة، فك على طول. هنا هنعمل التقلية بتاعتها. معانا معلقة سمنة، معلقة مليانة سمنة. انا عن نفسي ما بكترش الدهون كتير في الاكل بصراحة، اللي عايز يزود بقى يزود. حطينا حتة تومة كده هو، وحطينا بقى كزبرة، لازم الكزبرة بصراحة. ونقلب كده هوت بعد ما التومة تبقى حمرا تاخد لون الذهبي كده، نروحوا حاطين عليها الكزبرة. ما تحطهاش من الاول على اساس ان هي الكزبرة ما تتحرقش والتومة لسه ما تكونش اتحمرت. واجي هي التومة بالكزبرة اتحمروا، وحطيتها اهو على البريم زي الفل جميل ولونه اخضر ولا. وطعمه بقى في البرام، جربوا الملوخية كده في البرام بتبقى حلوة قوي وزي الفل. بصوا المنظر. واجي حمرنا الفرخة هي طلعت، والرز يعني بالشعرية ما شاء الله هو جميل، كمان شوربة. بصوا الاكل بقى يعني الصورة زي الفل بتتكلم عن نفسها اهو. يا ريت بقى تجربوا الطريقة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.